سلام بنات، عيد مبارك سعيد، كل عام وأنتم بخير. اليوم غادي نقدم لكم كيكة بيضة وحدة بعصير الحامض كتجي منفوخة. أنا عندي كاس قلبة تاع السكر اللي غادي نخلطو مع قشور حامضة، نخلطو جيدا حتى يتمزجو المكونين. هنا غادي ندير بيضة وحدة، ندير رشة ملح، كنطرب هاديك البيضة مع الملح ونزيد عليها داك السكر اللي خلطته مع قشور الحامض. غادي نخلط المكونين المكونات الأربعة، نخلطهم جيدا حتى نحصل على شكل بوماد. كما هو واضح في الصورة. غادي نزيد عليه كاس قلب تاع الزيت اللي غادي نكبو على دفعات مع التحريك المستمر. نولي على شكل كريمة. غادي نزيد هنايا الحليب، عندي كاس قلب ما غاديش نديرو كامل، غادي ندير الثلث ونص الكاس الاخر ما نديروش. غادي نحرك المكونات، غادي نضيف لهم كاس فرينة، نفس الكاس تاع العنبة، زوج ساشيات تاع فلون تاع البنان، غادي نزيد نص كاس تاع مايزينا، نخلط المكونات جيدا، نزيد لهم جوج ساشيات تاع خمارة حمراء، غادي نزيد الكاس الثاني تاع الفرينة، غنديرو تدريجيا، يعني جاوني ندير جوج كيسان فرينة ونص كاس مايزينا. هنا عندي الخليط ثقيل، انا بالعاني ثقلتو لخاطر غادي نزيد كاس تاع هاد الكاس تاع العنبة فيه نص عصير تاع الحامض والنص الباقي ماء. غادي نفرغو على العجين، نفرغو تدريجيا حتى نحصل على العجين اللي انا باغياتو.
هنا حصلت على خليط ما ثقيل ما خفيف، غادي نفرغو في القالب تاع الحلوى. غادي نكون دايرة الفران يحمى من قبل، غادي نديرو على درجة 180 درجة. ها هو الشكل نتاعو بهاد المطاب، كتجي منفوخة. غادي نقلع هاديك الفرينة اللي بقات لي في تحت الكيكة. حنا غادي نزينها بحبيبات الشيكولا كما هو واضح في الصورة. انا درت الكيكة على الوجه، درتو لتحت والظهر تاعها هو اللي زينتو. هنايا خليتها حتى بردت ونقيت غسلت الماعن ورجعت الحوايج على البوطاجي. بعد هنايا واحد المورصو كتجي هشيشة وبنينة بنكهة الحامض. الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله.